أذكر لي محاضرة فيها موقف، كنا نلعب أنا وأبو توفيق وأنا مندفع ومتحمس بالحيل على إني ألعب مستوى الصيني وأوريه جهدي لما المهم قلت له البيت ولا بطيت في البيت الثاني، يمكن لفيت من الميكروفون واستوى من البيت قلت خلوها وقلت البيت. وهو حسبها انها تحدي اكيد. وهو يقوم من الكرسي ينحى الميكروفون قال خلوها، هو يعطي البيت الاول ويضحك خطوه وياخذ جاره واحده من السيجاره، قال خلوها ويعطي البيت الثاني، قال هيا وريني سرعتك. الله يرحمه. يوم ترجع عويه ولا هي تحدي ولا سرعه، انا بني على هذا والله من سنه. مشارخ وديرة ولاية أبو مشعل الحاضرين فيه خطوط حمراء. الشاعر المحاورة اللي أنا أعرفها أن القبيلة عنده خط أحمر، يعني حدثنا عنه على صحيح كلام هذا. خطوط حمراء نوعين، خطوط حمراء من جهتك انك ما تتجاوز. نعم. وخطوط حمراء انك ما تقدر بالتجاوز لا على قبيلتك ولا على وطنك كذلك. طيب أولا لازم إذا أخذ على قبيلتك كذا وجاك واحد يبي يغير. أنا من وجهة نظري أقول الشاعر المعروف والشاعر المحسوب من الشاعر قبيلة اللي يخطأ لازم يرد عليه، والشاعر المبتدئ ممكن تظهرها له بحكم قلة خبرته. وهذه رسالة للشاعر محمد العربي، شاعر المحاورة سواء المبتدئين ولا الشعراء الكبار.